في كل بلد في ألعاب يدوية شعبية بتتميز بيها. قبل ما تظهر الأجهزة والتكنولوجيا كانوا بيسلوا بيها وقتهم ويرفعوا عن نفسهم بيها. فالألعاب دي في منها اللي لسه الأطفال والكبار بيحبوها لغاية دلوقتي، عشان فكرتها مميزة أو مرتبطة بحاجة بيحبوها زمان. عشان كده هنتكلم النهاردة عن أهم 5 ألعاب شعبية في ألمانيا بالألماني. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات. أول لعبة معانا اسمها شلاج دين لوكاس، يعني اضرب لوكاس أو اغلب لوكاس، شبه لعبة الجرار اللي كانت في المولد في مصر زمان. اللعبة دي من ألعاب اختبار القوة البدنية، ليها مكنة بتتلعب عليها بتتكون من شاكوش أو مطرقة معدن أو خشب تقيلة، وقاعدة متينة بتضرب عليها بالمطرقة، ومتركب عمود مربوط فيه مؤشر بيتحرك لفوق حسب قوة الضربة. في جرس متركب في آخر العمود ده فوق، لو ضربت على القاعدة بالمطرقة جامد والمؤشر وصل لفوق وصل للجرس والجرس رن تبقى كسبت. اللعبة دي ظهرت أول مرة في القرن ال19 في الأسواق والمناسبات والاحتفالات هناك. كان أي حد حابب يجربها بيلعبها، الكبير والصغير. لغاية النهاردة بيلعبوها في الأعياد والمهرجانات زي أكتوبر فيست أو عيد أكتوبر اللي بيتعمل كل سنة في ألمانيا في شهر أكتوبر.